السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والحلقة الخامسة من سلسلة اقوى كورس لتعلم اللغة الانجليزية للمبتدئين من الصفر للاحتراف. هنتكلم في الحلقة دي عن الصفات وعكسها. هناخد بعض الصفات الشائعة وعكسها وهنحطهم في جمل علشان تعرف تستخدمهم. يلا بينا. اهلا بيكم، انا مصطفى عبده وانت بتتفرج على اقوى كورس لتعلم اللغة الانجليزية للمبتدئين من قناة انجليزي ديليفري. والحلقة الخامسة. حلقة النهاردة طويلة شوية، فيلا بينا نبدأ على طول. يلا بينا. hot وعكسها cold. خلي بالك احنا بنقول hot مش hot، بنقول hot علشان احنا بننطق باللهجة الامريكي بالامريكان accent. مثال: my tea is hot but your juice is cold. خلي بالك ماي هنا معناها يخصني، الشيء ده بتاعي. يعني مثلا لو عايز اقول القلم ده بتاعي اقول my pen، لو عايز اقول كتابي اقول my book، عايز اقول عربيتي اقول my car، وهكذا. ويور هنا معناها يخصك بتاعك. لو قلت لك your juice يبقى عصيرك، لو قلت لك your car يبقى سيارتك، your house يبقى بيتك. deep shallow. أمثلة: the children's pool is shallow. The sea is deep. خلي بالك الجملة اللي فاتت دي في حاجة مهمة عايزك تعرفها. لو لاحظت هنا كلمة children's آخرها apostrophe s، حاجة كده شبه القاعدة، مش قاعدة بالمعنى المعروف علشان الكورس ده مفهوش قواعد. الابوستروف اس هنا بنسميها اس الملكية. يعني لما نقول مثلا الكتاب ده بتاع احمد، او بالفصحى الخاص باحمد اقول احمد's book. وفي حالات طبعا ما ينفعش نحط فيها اس الملكية، هناخدها بعدين. في الجملة اللي فاتت the children's pool يبقى معناها حمام السباحة الخاص بالأطفال. little وممكن برضو أقول عليها little. الأولى بالأمريكي والتانية بالبريطاني، بس أنت ما تشغلش بالك الاتنين صح. big little أو little معناها صغير، وbig معناها كبير. خلي بالك في كلمة تانية بمعنى صغير غير كلمة little، زي كلمة small. وطبعا هما الاتنين بنستخدمهم للحجم أو السن. أمثلة: the little girl is angry. The big elephant is dangerous. cheap expensive cheap معناها رخيص الثمن، و expensive معناها غالي الثمن. my car is cheap but your car is expensive. easy difficult. بالنسبة لإيزي مش محتاجة شرح، معناها سهل. لكن بالنسبة لكلمة difficult في كلمة تانية ليها نفس المعنى، وهي كلمة hard. أحد معاني كلمة hard معناها صعب، ومفيش فرق ما بينها وما بين difficult. وما تصدقش أي حد يقولك غير كده، هما الاتنين نفس المعنى. تعال ناخد مثال: My friend says English is difficult but I think it
is very easy. My friend says English is difficult, but I think it is very easy. صديقي بيقول إن الإنجليزي صعب، لكن أنا بعتقد إنه سهل جدا. heavy heavy light light. heavy معناها ثقيل الوزن، وlight معناها خفيف الوزن. مثال: The dog is heavy but the cat is light. The dog is heavy but the cat is light. الكلب وزنه تقيل لكن القطة وزنها خفيف. long tall short long tall short. كلنا عارفين ان كلمة short معناها قصير، خليها على جنب دلوقتي. لكن ايه الفرق ما بين كلمة long؟ خلي بالك بننطقها كده، ما بننطقش جي هنا. long long. وكلمة tall tall. هل في فرق ولا نقدر نستخدمهم مكان بعض؟ الإجابة إنه في فرق. tall طول رأسي، يعني مثلا لو عايز أوصف الطول بتاع البيت، الطول بتاع الشجرة. مثال: The tree is tall. The tree is short. لكن long بنستخدمها مع الطول الأفقي، زي مثلا الطريق. لو الطريق قصير أقول عليه The street is short. The street is short. لكن لو الطريق طويل أقول عليه The street is long. The street is long. في معلومة عايز أقول لك عليها وعايزك تركز جدا في اللي جاي. الأسماء في اللغة الإنجليزية في منها اللي بنعرف نعده ومنها اللي ما بنعرفش نعده، تمام؟ زي tree girl boy، كل دي أسماء بتتعد. طيب الأسماء اللي بتتعد دي لو عايزين نوصف العدد بتاعها هنستخدم إيه وهنقول إيه؟ هنستخدم كلمة mini لو العدد كبير، لكن لو العدد قليل أقول a few. استخدم كلمة a few. يعني باختصار كده كلمة many معناها العديد من، وكلمة a few معناها القليل من. مثال: Many people play games but a few people read books. Many people play games but a few people read books. لأني بقدر أعد الناس وأقول 1 2 3. الكتير منهم أقول عليه many، والقليل منهم أقول عليه a few. طيب في أسماء ما بنعرفش نعدها، زي مثلا القهوة، الرز، اللبن، السكر، الجبنة. ما ينفعش نحط رقم قدامها، يعني ما ينفعش أقول 6 رز 5 سكر 2 جبنة. ما ينفعش أحط رقم قدامها. الكتير منه أقول عليه الكمية الكثيرة من وليس العدد. القليل منه أقول عليه الكمية القليلة من وليس العدد القليل، علشان دي أسماء لا تعد، أسماء ما بتتعدش. تمام؟ الكثير بالإنجليزي أقول much ويجي وراها كمية مش عدد. والقليل أقول little أو بالأمريكي little ويجي وراها كمية مش عدد. مثال: He drinks much milk. He drinks much milk and a little tea. ركز معايا باختصار كده علشان ما تتوهش مني.
many معناها العديد من. a few معناها العدد القليل من. much معناها الكمية الكثيرة من. a little معناها الكمية القليلة أو الصغيرة من. بص، لازم تراجع الدرس ده كويس جدا النهاردة. rich rich poor poor. خلي بالك بنقولها rich rich مش rich. كمان بننطقها poor poor. مثال: a few people in the city are rich rich. مثال تاني: many people in the city are poor. Many people in the city are poor. single married divorced. single married divorced. single المعنى الحرفي بتاعها بمفرده. بما انه بمفرده فاحنا بنقول اعزب. married married متزوج، جاية من الفعل marry marry يتزوج. divorced divorced مطلق، جاية من الكلمة أو جاية من الفعل divorce divorce يطلق. أمثلة: he is married he is married. he is divorced he is divorced. he is single he is single. strong strong weak weak. the boy in blue is strong. the boy in blue is strong. the boy in pink is weak. the boy in pink is weak. لاحظ هنا لما بنقول اللي لابس أزرق بنقول in blue، واللي لابس أحمر بنقول in red، واللي لابس بامبا أو بينك بنقول عليه in pink. احفظ المصطلحات دي كويس. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة واشوفك في الحلقة الجاية. سلام.